ما زلنا بنكمل مع حضراتكم في يوم جديد، وما زلنا في احتفالات بداية العام الجديد. والحقيقة أن تزامنا مع الأول من يناير كان الأول أيضا من شهر رجب، وكان أيضا الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. اليوم العالمي للأسرة ده تقديرا لدورها المحوري كركيزة أساسية في بناء المجتمعات والحضارات في ظل تحديات العصر الحديث، مثل تأثير التكنولوجيا وتغير الظروف. يواجه دايما مفهوم الأسرة ضغوطا متزايدة تهدد تماسكها، وهذا أمر هام جدا جدا. من هنا بتظهر طبعا أهمية الاحتفاء السنوي بها كفرصة لتسليط الضوء على دورها في إعداد أجيال قادرة على بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. كان ضروري ينورنا ويشرفنا في هذه الحلقة الدكتور سليمان عبد الواحد، أستاذ صعوبات التعلم ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصعوبات التعلم وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية سابقا. دكتور سليمان، أهلا بحضرتك وسهلا حضرتك طيب وبخير. اهلا بسعادتك يا استاذ احمد، واهلا بالساده المشاهدين الكرام. المحور الأول وأهم دور وأهم محور في حياتنا كلها هو دور الأسرة في زرع القيم والمبادئ اللي بتشكل الهوية عند الإنسان. طبعا هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه اسمح لي اعلب عن سعادتي بوجودي في منبر القناه اللي بسعد بوجودي فيه دائما ومع الساده المشاهدين الكرام. هو يمكن زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه الرائعه، هو تزامنا مع بدايه العام الميلادي والهجري في هذه السنه تحديدا، عام 2025 بياتي يعني واحتفاء العالم باليوم العالمي للاسره. والاسره طبعا يعني الاحتفال باليوم العالمي لها لم ياتي من فراغ، ولكن كما تفضلت حضرتك ايضا يا زحمه في المقدمه، ياتي من خلال دورها المحوري في عمليه بناء المجتمعات والحضارات، وباعتبارها النواه في عمليه التربيه خاصه للنشء يعني. واحنا النهارده لما بنتكلم عن اهميه الاسره او دور الاسره في زرع الولاء والانتماء وتعزيز الوعي بالمواطنه والى اخره لدى الابناء، ده بيبدا في الاسره. لان طبعا الاسره هي اللي بتعتبر منبر لتعزيز الوعي وتعزيز القيم والمبادئ النبيله لدى افرادها يعني. فمن هنا كان الاهتمام بهذه الاسره باعتبار ان يبقى في يوم عالمي للاحتفال بها. وده نابع من انه هذا يعني اليوم العالمي او هذا الاهتمام بيهدف لنشر ثقافه نبذ العنف، وخاصة العنف الأسري، وأيضا نشر ثقافة السلام ويعني التشارك والتعاون والتزاور، كي يعيش يعني المجتمع أو المجتمعات في أمن واستقرار وتعايش سلمي مشترك يعني. طيب، هيجي دور الأسرة دايما بشكل أساسي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. الاستقرار الاجتماعي ده أو المجتمعي بشكل عام هو هيبقى نابع من الافراد، هيبقى الافراد هم اللي حققوا. وطالما جبنا سيره الافراد يبقى لازم نرجع تاني للبيت والاسره. قد ايه ده ممكن يكون دور مهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي؟ هو طبعا الاستقرار الاجتماعي بيبقى الاساس فيه الاسره، لان زي ما انا قلت في البدايه ان هي بتبقى اساس او نواه في عمليه التربيه خاصه بالنسبه للنشء يعني. فلما كانت الاسره هي يعني زي ما قلت دايما وبقول دايما هي الحاضنه ل يعني تعزيز القيم والمبادئ، فهناك قيم لابد ان تغرزها الاسره في ابنائها، زي قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوعي بالمواطنه وكل هذه الامور. لما يبقى في ده موجود داخل الاسره، وانا اعتقد ان ده يعني بيعتبر من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتبقى موجوده داخل الاسره، لان الاسره هنا بتعزز الهويه الوطنيه لدى ابنائها من خلال ايه؟ ان الفرد من صغره بيبدا ان هو يعني يتعود ان هو يبقى عنده نوع من الولاء والمسؤوليه المجتمعيه تجاه بلده يعني. فبنلاقي مثلا انه ده بيعزز عنده الانتماء والولاء اللي هو بينعكس على المجتمع بشكل عام. يعني بيبدا مثلا ان الاب او الام يغرزوا في ابنائهم يعني ازاي ان انت تشارك مثلا في المشاركه السياسيه لما يبقى له حق الانتخاب، ان هو مثلا يشارك في الاعمال والانشطه المجتمعيه والجماعيه والكلام ده كله.
كل الحاجات دي كلها بتشعر الفرد ان هو له دور ودور فعال، وان هو مواطن صالح وفعال داخل مجتمعه، يعني يحافظ عليه ويقدم ويبذل يعني الغالي والنفيس من اجل رفعه هذا الوطن واستقراره وتنميته يعني. طيب جزء مهم جدا هو الموازنة بين الحياة الأسرية وبين المهنية. هو طبعا ده شيء مهم جدا، لان ده الموازنه دي الحقيقه يا استاذ احمد تقلل من المشكلات، سواء كان المشكلات الاسريه او المشكلات المهنيه يعني. لانه دايما عشان يبقى في استقرار اسري ويبقى في ظل بقى الاحتفال باليوم العالمي للاسره، لابد ان يبقى في موازنه او موائمه ما بين العمل وما بين الاسره يعني. فعلى سبيل المثال لابد ان يكون مثلا اذا كان الرجل هو اللي بيعمل يعني، لابد ان هو يفصل ما بين العمل وما بين الاسره، وكذلك اذا كانت المراه هي العامله، فلابد ان مشكلات العمل لا تطغى او لا تذهب معها الى الاسره، فيحصل نوع من التاثير على الحياه الاسريه والاستقرار الاسري، والتاثير على التوافق الاسري داخل الاسره. وده في الحقيقه مشكله بيعاني منها الناس كتير جدا يعني، سواء كان الرجل او المراه العامله يعني. لانه احيانا بياتي من العمل بمشكلات العمل ويجيبها داخل المنزل، واخد بال حضرتك، فهنا هيحصل نوع من عدم الاستقرار، لان دايما هيكلموا في المشاكل ومشاكل العمل والى اخره، فبيبقى الراجل مضغوط، مثلا اذا كان هو الرجل اللي بيعمل بيبقى مضغوط ومهتم وعايز يحل المشكلات والى اخره، فدايما بيبقى مهموم بالمشكلات الخاصه بالعمل فبياتي بها الى المنزل. كذلك المراه العامله، ده الحقيقه لازم يبقى فيه نوع من الفصل ما بين العمل وبين الاسره، وده الحقيقه مش سهل ان هو يتعمل يا استاذ احمد، لكن بنحاول ان احنا نقول عشان نحافظ على الاستقرار الاسري لابد ان يبقى فيه موازنه ما بين العمل والعائله يعني. يعني لسه كنت هقول لحضرتك ده نظريا قد يبدو ضروري انه يتم، لكن ممكن يكون الاب او الزوج بيشتغل شغلانه، او ممكن يكون بيشتغل شغلانه ثانيه، فالوقت الاكبر كمان بيبقى موجود بره، فلو رجع يا اما لو ما رجعش بمشكلات الشغل هو راجع عشان تعبان. ما هو ده نابع يا استاذ احمد، لانه التوازن ده يحصل ازاي يا دكتور؟ يعني هو المشكله كلها دلوقتي ان الرجل اصبح للاسف هو البنك الذي يمول، وعلشان يبقى بنك هو يمول لابد ان يقضي اكبر عدد ساعات ممكنه خارج المنزل حتى يدبر لقمه العيش ويدبر النواحي الماليه. ده بيأثر على الحياه الاسريه، في علاقه الزوج بزوجته، علاقه الاب بابنائه، والكلام ده كله. في اباء ما بيشوفوش ابنائهم بالكذا يوم يعني، يجي ان هو يجي من العمل يلاقيهم نايمين فيسيبهم عشان ياخدوا قسط من الراحه ويرتاحوا هم نايمين، وهو يمشي قبلهم بدري او وهو الى اخره، او يناموا وبعدين هم يروحوا مدارسهم او جامعاتهم، فبيبقى ما فيش نوع من اللقاء لبعض الاباء اللي هم بيشتغلوا اكتر او بيعملوا اكتر من عمل يعني. وبالتالي ده بيأثر على الاستقرار الاسري، ما بيبقاش فيه تفاهم، ما بيبقاش فيه نوع من التوافق الاسري داخل الاسره، ونرجع بعد كده نقول هو يعني بابا مش متوافق معانا ليه فكريا ومش متوافق معانا ليه اجتماعيا والى اخره، لان بيبقى فيه امور متداخله ومتفاعله ومتشابكه بتأثر في هذه العلاقه يعني. ده هيأثر في بناء شخصيه الاطفال طبعا. ما هو يعني بناء شخصيه الفرد بشكل عام بتبدا في مرحله الطفوله، فلما الطفل ده لا يعني يشعر بنوع من الابوه الجيده والحنان والاخره، ويبقى في نوع من التبادل ما بين الراي والراي الاخر داخل الاسره والكلام ده كله، هيأثر طبعا على الطفل لما يبقى بعد كده في مراحل متقدمه كمان، اللي هو بقى غير قادر على اتخاذ قرار، غير يعني متحمل المسؤوليه يعني، غير قادر على ان هو يقوم بواجباته بشكل جيد، لان هو لم يتم إعداده بشكل جيد داخل الأسرة نتيجة لفقدان مثل هذه المشاعر ومثل هذه الأحاسيس داخل الأسرة. طيب يعني من الخطوات المهمة للحفاظ على الاستقرار الأسري هو التواصل مع باقي أفراد الأسرة واتخاذ القرارات المشتركة بينهم وبين بعض. قد ايه ده ممكن يكون مهم، وهل بنقدر ننفذه او برضه بسبب ضغوطات الحياة ما نقدرش ننفذه فيحصل فقدان في التواصل بشكل او بآخر؟ ممكن يأثر علينا ازاي؟ والله يا استاذ احمد، في قضيه التواصل دي هي قضيه شائكه الحقيقه يعني، لانه مع يعني دخول او مش دخول خلاص، مع يعني توغل وسائل التواصل الاجتماعي داخل كل الاسر، اصبح في نوع من المشكلات بتحصل يعني. فالتواصل هنا ما اصبحش موجود يعني. هي بيقولوا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني من وجهه نظري بقول وسائل قطيعه اجتماعية، لان النهارده كل واحد اصبحت الشاشه او يعني الهاتف الذكي هو مستحوذ على كل تفكيره وعلى كل النظر وتركيزه، وبالتالي اصبح ما فيش يعني في نوع من التواصل الجيد. ومثلا حضرتك لو او اي حد يعني
الراوتر، هلاقي كل الناس طلعت من الغرفه، ايه في ايه اللي حصل؟ يعني في شيء جلل تم يعني، وهو ايه؟ هل الكهرباء قطعت ولا هل النت فصل؟ طب تروح تشحن يا بابا او كذا او كذا. وبالتالي قضيه استحواذ وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت بتهدد الاسره. وفي شيء دلوقتي يا استاذ احمد كمان بقى في مشكله لانها بتهدد الاسره، وهي قضيه يعني حدوث ما يسمى بالطلاق الروحي. يعني انه يبقى في زوج وزوجه تحت سقف بيت واحد، ولكن يعني هم منفصلين عاطفيا ومنفصلين وجدانيا عن بعض، وكأن يعني كل منهما بيقول للآخر بلسان حاله سأستمر من أجل الأولاد يعني. وبالتالي هنا في مشكلة، لأن كل واحد بقى أصبح إدمان الإنترنت بيسيطر عليه والحاجات دي كلها. عشان كده يمكن أنا يا أستاذ أحمد في الحقيقة كنت مشارك في مؤتمر مؤخرا في إحدى الجامعات الجزائرية ببحث مشترك مع زميلة من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة هدى ملوح الفضلي. عملنا بحث بعنوان الإدمان الرقمي والطلاق الروحي في المجتمع العربي. خدنا عينة من مصر وعينة من الكويت، وبدأنا ان احنا نشوف الإسهام النسبي أو مدى أو القدرة التنبؤية للإدمان الرقمي اللي هو إدمان الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي ده بيسهم بنسبة كام في حدوث الطلاق الروحي داخل الأسرة. والطلاق الروحي هنا أقصد الانفصال العاطفي أو الخرس الزواجي زي ما بيقولوا. لقينا إنه إدمان الإنترنت الحقيقة أو الإدمان الرقمي لا يعني بيسهم بنسبة لا تقل عن حوالي 78% في حدوث الطلاق الروحي. ويمكن الحقيقة وصلنا في هذا البحث بنتائج مبهرة أنا والدكتورة هدى الحقيقة، وبنحاول دلوقتي نعمم ده بقى النتائج اللي احنا وصلنا لها على مستوى المجتمع العربي في اكتر من دولة، بحيث ان يبقى العينة يعني تتسع، مش مصر والكويت بس، لا يبقى تتسع. عشان احنا بنقول هنا لازم ان يبقى نخفف من حدة ادمان وسائل التواصل الاجتماعي، لان بيحدث يا استاذ احمد حاجة بقى اخطر من ده كله. احنا بنتكلم النهاردة عن الطلاق الروحي مثلا كنتيجة للادمان الرقمي، لا ده بيحصل امور تانية منها الخيانه الزوجيه الالكترونيه عن طريق الانترنت في الفضاء الرقمي. ويمكن بصدد اجراء بحث في هذا الامر اللي بيؤدي بعد كده او بيعتبر مقدمه بقى مش للطلاق بقى الروحي، لا للطلاق الشرعي بعد كده، وانهيار الاسره وعدم تماسكها اللي بيأثر بعد كده على تحصيل الطلاب وعلى يعني حالتهم النفسيه وعلى امورهم الاجتماعيه كلها. طيب الجزء الثاني والمهم واللي هي الموجوده حاليا الفتره دي هي الامتحانات. نعم. ازاي ممكن القلق بتاع الامتحانات ده يؤثر على الاسره؟ ازاي نتعامل معاه؟ ازاي نعدي الايام دي بهدوء عشان نعدي بخير من الامتحانات؟ هو طبعا معروف يعني انه مش جديد علينا كعرب يعني، وخاصة في المجتمع المصري، ان فترة الامتحانات بتبقى فترة فيها ضغوط كتير وفيها تقلبات مزاجية كتير، سواء للآباء او للطلاب الابناء يعني. ولكن احنا يعني نتمنى في هذا الاطار انها تكون زي ما حضرتك بتتمنى برضو زينا، تبقى نزهه فكريه وليست عمليه فيها نوع من الترهيب والارهاب للطالب والضغط عليه بشكل جيد دون النظر ومراعاه لقدراته العقليه وامكاناته والى اخره. عشان كده بنقول ان قلق الاختبار في ابسط تعريفه او التيست انكزايتي هو عباره عن حاله انفعاليه فسيولوجيه بيعاني فيها الطلاب من مشاعر التوتر وعدم الراحة قبل الامتحان وأثناء الامتحان، لأنه هو حتى وهو داخل الامتحان بيبقى متوتر، فما بالك كمان بيبقى قبل الامتحان. وبيبقى القلق دوت أو هذه الحالة الانفعالية والفسيولوجية اللي بتسبب التوتر وعدم الراحة دي بتبقى الحقيقة ناتجة من عدة أسباب يا أستاذ أحمد. يعني في أسباب متعلقة بالمتعلم نفسه بالطالب، وفي أسباب من خارج يعني متعلقة بالبيئة المحيطة، سواء كانت البيئة الأسرية أو البيئة التعليمية، سواء كان في مدرسة أو في جامعة بقى. فعلى سبيل المثال الأسباب اللي متعلقة بالمتعلم نفسه بيبقى في حاجات كتيرة، منها ضعف قدراته العقلية، أحيانا بيبقى ضعف التركيز، ضعف الانتباه، عنده ضعف الثقة بنفسه انه مش يقدر ان هو يلم المقرر او المادة دي كلها، عنده يعني عدم دافعية للانجاز، مش عايز ينجز يعني، واخد بال حضرتك. كل الامور دي بتعتبر عوامل داخلية متعلقة بالمتعلم نفسه، ده بيخليه يعاني دائما من قلق الاختبار لانه حاسس انه مش هيحصل يعني. الشيء الثاني اللي هي العوامل المتعلقة بالبيئة التعليمية، منها حاجات خارجية بقى خاصة ب سواء كان المدرسة أو الجامعة، صعوبة المادة
في المدرسه او صعوبه المقرر داخل الجامعه. ايضا بيبقى في زي ما احنا دايما بنقول اللي هو ضعف، او زي ما بنقول اللي هو عدم يعني وضع الاختبار بمواصفات جيده، لان الاختبار له شروط يا استاذ احمد. يعني شروط الاختبار الجيد لابد ان يكون يعني شامل جميع الاجزاء في المقرر عشان كل الناس تقدر انها تحل. لازم يكون موضوعي، يعني في اختبارات، في اسئله للصواب والخطا، الاختيار المتعدد، اسئله مقاليه، الكلام ده كله. وده يمكن رجعوا فيه دلوقتي ان هم بداوا يرجعوا له بعد ما قالوا بابل شيت وكل الحاجات MCQ والكلام ده. لا، ده بدا يبقى فيه الاسئله المقاليه ترجع تاني، لان الاسئله المقاليه هي اللي بتخلي الطالب يعبر عما بداخله ويبدا يبقى عنده نوع من الابداع، سواء كان هذا الابداع ابداع يعني لفظي او ابداع كتابي والى اخره. لان في طلاب قعدوا سنوات ما يكتبوش جمله، كل اللي بيعملوه ان هم بيظللوا بس على الاجابه، وده قتل الابداع اللفظي والابداع الخاص بالتعبير الكتابي عند الطلاب. فرجعوا بداوا يرجعوا تاني ان لازم يبقى في على الاقل جزء من الامتحان في مقالي، وليس كله يبقى نوع من الMCQ يعني كده. الحاجة التانية أيضا لابد أن الاختبار مثلا يكون يعني ثابت، يعني أطبقه على ناس في بعد فترة معينة لا يديني نفس النتائج تقريبا، وبالتالي يبقى لازم يبقى صادق ويبقى ثابت. طيب، وصادق هنا أنه يقيس الوضع لقياسه بالفعل. كل هذه الشروط لابد أن تكون موجودة في الاختبار. حينما يفقد الاختبار شرط من هذه الشروط أصبح أنه هو اختبار مش جيد، وبالتالي هنا هيأثر على نتيجة الطالب، وممكن انه يؤدي بالطالب لحدوث قلق الامتحان. ايضا عندنا من ضمن الحاجات برضو المهمة جدا المقارنات بين الذات والآخر، يعني ودي بقى بتبقى مقارنات ظالمة. يعني يعود مثلا الأهل يقارنوا بين الولد وبين حد من قرايبه من جيرانه والكلام ده كله، دون مراعاة للقدرات العقلية والأمور المادية والأمور الاجتماعية والظروف كلها اللي بتحيط بالإيه؟ تحيط بالمتعلم. وبالتالي هنا المقارنة هتكون مقارنة ظالمة. فبيبدأ المتعلم الآن هل هيقدر يحصل، هل هيقدر يحقق ما يصبو إليه الوالدين، هل هيقدر يواجههم بالنتيجة اللي هو هيتحصل عليها اللي هي وفقا لقدراته وإمكاناته. كل هذه الأمور بتخلي الطالب يشعر بقلق الامتحان ويعاني من هذه الحالة النفسية الفسيولوجية. طيب، الأسرة هيجي لها دور طول الوقت موجود في كل المجالات المختلفة، ومنها طبعا الحد من قلق الامتحانات. بس هو الواضح او اللي بيبقى حاصل ان الأسرة قد تزيد من الضغط على الطلاب فتزيد من قلق الامتحانات. هنا بنلعب دورين عكس بعض. المفروض ان انا اطمنك ولا اشد عليك علشان تركز اكتر وتذاكر اكتر؟ هو برضو عشان مش نظلم الأسرة، واحنا كلنا اباء يا استاذ احمد وعارفين ان هذا الضغط وهذا الاهتمام الزائد بيبقى نابع من كون ان ابنائنا هم أجمل شيء في حياتنا، وهم المزرعة اللي إحنا بنزرع فيها أملنا وطموحاتنا اللي إحنا ما قدرناش نحققها في أنفسنا، وبالتالي عايزين أبنائنا يبقوا هم أجمل شيء يعني. وطبعا من المتعارف عليه والمعروف يعني للعامة إن ما فيش حد بيبقى عايز حد أفضل منه غير الأب، عايز الابن يبقى أفضل منه أو بنته يعني. وبالتالي هذا الاهتمام بيكون مطلوب، ولكن لما بيبقى في يعني ضغط على الطالب بدون مراعاة قدراته وإمكاناته، هنا المشكلة. فلا بد على الآباء وعلى الأسرة أولا أنها تهيئ مناخ مهم ومناخ صالح لعملية الاستذكار. يبدأ يعني يوفروا له بيئة مناسبة، ما يبقاش فيها خلافات أسرية، ما يبقاش فيها صوت عالي، ما يبقاش فيها نوع من التراشق بالألفاظ بين الأب والأم، ما يبقى فيها مشاكل أسرية داخل الأسرة. علشان أنا عندي طالب بيذاكر دلوقتي هيسيب المذاكرة ويبدأ بخياله يسرح، طب لو حصل انفصال في الأسرة أنا هعمل إيه؟ هيبقى مقالي إيه؟ بابا ماما، الحاجات دي كلها، كل الكلام ده بيحصل للطالب وهو بيذاكر. طب ده هيذاكر؟ لا، مش هيذاكر، هو هيبقى باصص للكتاب كده وللكلام، ولكنه مش مع الكتاب خالص، هو مع اللي بيحصل بره، مع الصوت اللي بره والموضوع اللي شغال بره. اذا الاسره لازم تهيئ بيئه خصبه لعمليه الاستذكار. ايضا لابد انه يبقى فيه زي ما انا قلت مراعاه للقدرات والامكانات. انتظر ما يحصله ابني في ضوء قدراته وامكاناته، وما ازعلش طالما هو قام بالدور المنوط بيه واللي بيتمشى مع قدراته، واكون انا شايف هذا الكلام، ما اضغطش عليه وابدا اقارن مقارنات ظالمه بينه وبين غيره والى اخره. كل هذه الامور بتعتبر اشياء لو قدرت الاسره ان هي
يعني يبقى فيها نوع من الموائمة والحاجات دي كلها والاستقرار، طبعا يحصل تخفيف من حدة قلق الامتحان لدى الطلاب الحقيقة. يعني نشكرك يا دكتور، دي كانت اهم نقطه حقيقه، عشان اليومين دول الامتحانات، وهل الاسره فعلا بتزيد من القلق ده ولا المفروض ان هي تسحبه او تهدئ منه شويه. شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، كل سنه وانت طيب بخير. حضرتك طيب، والأمة العربية والإسلامية والمصرية بشكل خاص طيبة يا أستاذ. شكرا دكتور سليمان عبد الواحد، نورتني يا فندم. خلينا نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم باقي فقرات يوم جديد.